السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا. عودة المقاتل المغربي جمال بن صديق إلى حلبة الكيك بوكسين بعد منعه من القتال لمدة تزيد عن عام ونصف. أخبار مشرقة تتلألأ في سماء الرياضة تجلب معها نسيم التحدي وروح الصمود لتعلن عن عودة أحد أبرز الأسماء في عالم الكيك بوكسين إلى القمة مجددا. في تاريخ مليء بالتحديات والتضحيات استطاع البطل المغربي جمال بن صديق أن ينهض من بين أمواج الصعاب محققا إنجازات لا تنسى ومنتصرا على آفات تهدد بإرباك مسيرته الرياضية. ومع كل ذلك بقيت إرادته فولاذية وعزمه متينا، فلم تستطع كل تلك التحديات أن تحجب له نور النجاح أو تعيق له خطى التفوق الرياضي. لكن الطريق إلى العودة لم يكن مليء بالورود، بل شابه العراقيل والتحديات التي تطلبت تضحيات فائقة وصبر الليالين. إذ تعرض جمال بن صديق لمنع قاس لمدة تزيد عن العامين، وذلك بسبب تورطه في قضايا تعاطي المنشطات وتحطيم طموحاته. ولكن برغم ذلك بقيت له روح المقاتل وإصرار البطل على استعادة مكانته، وها هو اليوم يعود من جديد بعد معاناة طويلة ليتربع من جديد على عرش الشهامة والإبداع في رياضة الكيك بوكسين. عودة محملة بأمل جديد وعزيمة لا تلين، حيث يحمل في طياتها قصة صمود وتحدي وإرادة على تحقيق المعجزات. إن عودة جمال بن صديق تعد بداية جديدة لمسيرته الرياضية وتشكل محطة هامة في رحلة النضال والتحدي التي يمر بها. فهو يظهر للعالم بأسره أن السقوط ليس نهاية التاريخ، بل هو بداية لصعود أعلى قمم النجاح والتألق. بهذا العود الكبير يستعد جمال بن صديق لمواجهة حامل اللقب البطل الهولندي ريكو فيرهوفن، حيث كان جمال حاضرا في نزاله الأخير وتحداه بكل ثقة مصرحا بأنه سيسقطه أرضا دون رحمة، وبذلك يعود للمنافسة على اللقب ليضيف فصلا جديدا إلى مسيرته الذهبية، فصل يعلن عن إرادته الصلبة وقدرته على التغلب على أصعب التحديات. فلنرفع أكاليل الفخر والإعجاب لهذا البطل الذي استطاع أن يخرج من الظلمة إلى النور وأن يجسد بعزيمته رمزا للتحدي والإصرار في عالم الرياضة. فكل التوفيق للبطل المغربي جمال بن صديق في مسيرته القتالية. قبل نهاية المقطع لا أوصيكم وفضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر. كان معكم محسن، إلى اللقاء.